صباح الفل، يا صباح الهنا، يا صباح الرضا، يا صباح الرزق، يا صباح الجمال، يا صباح كل حاجة حلوة، يا صباح الناس اللي بخلنا علينا باللايك. صباحكم زي الفل، يومكم هنا وسعادة ورضا ان شاء الله. متنسوش بقى تحطوا لايك للفيديو، كومنتات حلوة زيكم كده، وتشجعونا حبايب قلبي. تمام. النهارده صباحكم زي العسل. الفيديو بتاعي النهارده ده كل يوم هعمله، النهارده هعمله، بكره هعمله، النهارده. فاكرين من يوم ما كنت انا بفسخ البلح؟ شوفوا من امتى، والله العظيم كل يوم اللي اعمله النهارده هعمله بكره. فالنهارده هعمل لكم قرص ناشفه طعمها تحفه بالسمنه البلدي كده، وكمان بالعجوه، تنفع ساده وتنفع بالعجوه. طبعا احنا في الشتاء، حلو جدا جدا جدا. ولادك بيذاكروا وعايزه تدفيهم كوبايه شاي على لبن وقرصتين. انت قايمه الصبح عايزه تشوفي شغل بيتك، مستعجله على الفطار، كوبايه شاي، كوبايه شاي على لبن، قرصه. نازله رايحه الشغل، ممكن تحط لك 2 في الكيس ولا حاجه. يعني بسم الله ما شاء الله، المعجنات، القرص، القراقيش، البسكوتات، الحاجات اللي زي دي بتبقى حلوه في الكلام في الخروج كده. فهعمل لكم النهارده القرص الناشفه بالسمنه البلدي كده بالعجوه، تحفه. يا رب النهارده الفيديو يبقى خفيف وظريف وابن ناس كده، وتحط له لايك علشان الفيديو عاد بيزهق. انا وهو زعلانين على طول، احنا على طول زعلانين من اللايكات. تمام. فيلا يا حبايب قلبي، جمعه مباركه النهارده، جمعه مباركه عليكم ان شاء الله. يا رب تجعل ايامكم كلها هنا ويرزقكم برزق اولادكم. يلا صلوا على النبي كده ونشوف هنعمل ايه. طبعا معانا كده حبايب قلبي دول 3 كيلو دقيق، دول 3 كيلو دقيق. معايا لبن اللي هو الحليب، انا ما عايرتوش بصراحه، على حسب ما العجينه بتاعتي هتاخد ونظبطها. ده سمسم، على فكره السمسم ده الابيض اللي كان هنا يا ابو محمد وانا حمصته، ما خدتش اللي انت جبته. ده سمسم هو اتحمصته، كان ابيض وانا حمصته لسه، حتى لسه اهو. معايا هنا حوالي كوبايه لبن بودره. انا عندي لبن يا جماعه، عندك حطي، ما فيش عندك ما تحطيش، لان ناس كتير بتسالنا عن الموضوع ده. طب ما فيش لبن بودره يا زاهيه نعمل ايه؟ ما تحطوش، بس اللبن البودره بيدي طعم حلو للقرص او للمعجنات اللي زي دي، وكمان بيديها لون احمر كده تحفه. ومعايا هنا كمان ملح، ومعايا سكر، يعني حوالي 3 4 معالق كبار سكر، ومعايا خميره، ومعايا بيكنج باودر، ومعايا فانيليا، وكمان ديت ريحه السمنه البلدي، ومعايا السمنه اهي. يا دوبك انا سخنتها تمام، علشان انا عايزاها يعني إيه تتسخن شويه، علشان القرص ديت لو قعدت معاكي فتره ريحتها ما تزنخش كده، وكمان تبقى طعمها زي الفل. ومعايا هنا البلح، طبعا انا لسه ما عملتهوش، بس انا هسيبه دلوقتي خالص، وطلعت المفرمه دي علشان نشتغل فيه. انا في الاول خالص هبس القرص وهسيبها تهدى شويه علشان السمنه سخنه. فانا هنعمل ايه؟ بسم الله توكلنا على الله. هحط هنا حبايب قلبي اللبن البودره، بسم الله توكلنا عليك يا رب. هحط هنا السمسم، هحط هنا شويه ملح، ربنا يجعل قرفتهم خفيفه يا رب، اللهم امين. بألف هنا وسهلا. هنا الكيس البيكنج باودر اهو، هنا كمان هحط ظرفين فانيليا، ده واحد، وكمان ده التاني، وهقلب كل ده مع بعضه بسم الله. وهحط كمان السكر، والله ما ينزع عليكم، المره دي جايبه له سكر ابيض ابن ناس عشان القرص ديت يعني راح لحبايبنا يعني. هنقلب بقى كده اهو. هنا حبايب قلبي السمنه دي سمنه تمام، هتحط على الكيلو دي كوبايتين تمام. بسم الله اهو. هو يا دوبك بس انا مسخنه السمنه، بس مش قدحاها قوي، مش قدحاها قوي زي بتاعه الكحك. هحط كميه السمنه اهي. طبعا انا خايفه احط ايدي لانها سخنه. حبايبي شوفوا، غلفت كل الدقيق بالسمنه. هاخد برضو نعزز الريحه كمان اهو. ريحه السمنه البلدي اهي، ازازتين. طبعا احنا حاطين الفانيليا وحاجه زي الفل.
حبايب قلبي بقى هسيب ايه الدقيق بتاعنا او العجينه اللي احنا بسناها شويه تهدى بس علشان تاخد اللبن بتاعها. طبعا الحاجه الوحيده اللي لسه ما حطيناش الخميره. تمام. هعمل ايه بقى يا حبايب قلبي؟ معانا هنا المفرمه دي، المفرمه اللذيذه العزيزه اللي مش عارفين نعمل فيها حاجه. هحط فيها البلح كده، يا تنصفني والبلح يتفرم فيها تبقى بنتي ناس كده وما ادعيش على اللي صانعها علشان مش عارفه اشغلها. اي عرق حته لحمه ولا فرخه ولا حاجه تقول لي والنبي ماني شغاله. هتطلع بنت ناس اهو. طلعت بنت ناس بس مع البلح ده والله بتحب الحاجات المسكره. طب تصوري ولا؟ ايه طيب. مش تقولي يا ابني ان انت بتصور. هنا حبايب قلبي بعد ما البلح شوفوا بقى عملته اهو فرمته. هنجيب بقى معلقتين سمسم كده حلوين اهم، ولاد ناس برضو كلهم النهارده ولاد ناس. شويه سمنه، سبت شويه اهو مش كتير عشان لو كترت السمنه في الحشو حبيبه قلبي هيقوم فاتح القرص معاكي سواء الكحك او القرص. همسك بقى معايا ظرف فانيليا احطها عليها بتديها ريحه برضو جميله. وهمسك بقى ايه اعجن بقى ايه العجوه بتاعتنا اهي. دي بقى انا بعملها بايدي يا جماعه احلى من اللي بتتشرى. اللي بتتشرى ممكن تكون فيها رمل فيها عفر، احيانا بعملها الاقيها بتقرقش، فانا بصراحه ما اضمنهاش. فبجيب البلح، بكون تجيبي بلح نظيف اللي هو البلح الكبيس النظيف ده وتعمليه زي ما انا عملته. هنا بقى يا حبايب قلبي هبدا بقى اعجن. حطيت شويه لبن في نفس الحله اللي كانت فيها السمنه، وهحط معلقتين ايه 3 معالق كبار كده ايه خميره. تمام اهو. وهقلبها. طبعا احنا حاطين كل حاجه هنا. هدوب بس الخميره كده اهو. عايزين نبقى نجيب خميره بيره يا ابو محمد منطقه. والله بنس. الخميره البيره يا جماعه ممتازه ممتازه. لو انت عايزه تعملي عيش، تعملي قرص، تعملي معجنات، احلى حاجه ليها الخميره البيره والله. هبدا بقى حبايب قلبي ايه اعجن بقى القرص بتاعتي. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بركه حبيبك النبي، يا رب اجعل قرفتها خفيفه يا رب. يا رب اجعلها بألف هنا وصحه، واجعل قرفتها خفيفه يا رب. بحط اللبن شويه شويه اهو، وكل ما العجينه تتشرب احط لحد ما اشوف القوام بتاعها اهي. بسم الله. حبايب قلبي بعد ما عجنت القرص زي ما انتم شايفين هي خدت قد ايه لبن يا زاهيه؟ خدت حوالي كيلو الا ربع لبن. تمام. ومعايا العجوه بتاعتي اهي بعد ما عملتها كورتها كور اهي. انا عجنتها معاكم طبعا، مسكتها عشان اسهل عليا الدنيا يعني اهي. هسيب بس العجينه ده تريح شويه ونرجع بقى نشتغل فيها. بقى حبايب قلبي بعد ما العجينه ريحت همسك بقى ايه اقطع بقى تقطيع كده بتاعت القرصه بتاعتنا. عايزاها كبيره عايزاها صغيره زي ما انت عايز. تمام. انا هقطع كميه كده وبقوم حاطه فيها ايه العجوه بتاعتنا اهي اهي، وبقفل عليها كويس جدا وهسيبها برده تريح علشان اعرف ان انا ابسطها برده. هنجيب كيس تاني برده من جوه نغطي علشان وش القرص بتاعتنا ايه ما تنشفش، عشان لما تيجي تبططيها لو نشفت بتلاقيها بتشقق من فين من الجناب. تمام اهو اهي كده اهو اهي. نعمل كمان واحده. انا بلفها ليه كده بقى علشان تتقفل كويس جدا وتلاقيها ناعمه معاكي اهو اهو.
انابيب اظن لك من احنا عندنا انابيب تلاقي الانابيب جاي، وكمان كان عندنا بصل يوسف يقوم جايب لنا عربيه البصل امبارح العسل. من ساعة ما جبنا بصل لنا عربيتين بصل جوا. جايين مش عارفه احسن، احنا كل حاجه بتجيلنا بتعب والله، مش حاجه بتجيلنا بالراحه، لازم كل حاجه تيجي بطلوع العين. شوفوا بقى كده اهو كده اهو كده اهو، شوفوا اللفه تطلع مظبوطه معاكي اهي، والحته اللي فيها اللفه دي اهي بقوم عاملاها بايدي كده اهي كده، واقوم حاطه فيها ايه العجوه اهو. شايفين الحلاوه دي؟ بعد كده بقوم ماسكه ايه القرصه دي الاولانيه اللي انا عملتها الاول اهي، كل ما تريح معاكي تعرفي تبططيها كويس اهي. ومقفوله من تحت اهي، العجوه مش طالعه من بره اهي. هعمل كميه كده وارجع لكم تاني. هنا بقى حبايب قلبي عملت نص العجينه اهو، قرصتها وحطيت فيها العجوه وغطيتها برده عشان الوش ما ينشفش، والباقي حطاه في الحله برده عشان ما ينشفش برده. همسك بقى اول القرص اللي انا عملتها في الاول عشان اللي ارتاحت شويه، وتمسكي بقى ايه تخبزيها اهو. انت بقى لما بتجهزي كل حاجه يا حبيبه قلبي بتكون الدنيا سهله معاك، عشان انا مجهزه العجوه قبل ما اقعد فالدنيا سهله بقى، ولا تعبكي ايدك، والحبه السمنه اللي احنا حاطينهم ما بتخليهاش تلزق في ايدك اهو. زي ما قلت برضو حجم القرص بترجع لك انت، يعني انت عايزاها كبيره عايزاها صغيره مفيش فيها مشكله، بس القرص ديت بتتباع بالكيلو، يعني مش فارقه بقى صغيره كبيره، هي بالكيلو يعني. والعجينه بتاعتها بسم الله ما شاء الله زي الفل، وريحه السمنه طالعه بقى قلب الدنيا بجد والله اهي. هنخلص بقى خبز القرص بتاعتنا خالص التقطيط يعني، وبعد كده هنسويها في الفرن. هنسويها في الفرن الغاز الكبير، انا بحب اسوي فيه. ما عندكيش الفرن ده بتعلي الفرن من تحت ومن فوق يحمروا كده وتبقى الدنيا زي العسل معايا. هنا حبايب قلبي القرص بتاعتنا بعد ما بططتها وسبتها كمان خمرت، هننزل بقى نعملها في الفرن. زي ما قلت لكم ما عندكوش الفرن ده طبعا حبايب قلبي بتعملي في الفرن البوتاجاز، بس النار تكون عاليه لحد ما لونها يتحمر كده، وبعد كده تهدي عليها النار شويه علشان تنشف معايا. تمام. انا هنا سخنت الفرن اهو، هحط اول صينيه ربنا يستر بس وايه، لان الفرن بياخد ده بالذات بياخد له صينيه كده على ما يتظبط النار بتاعته وتظبطيه. انا مش هعلي عليها النار قوي لان هي قرص مش طريه. تمام. القرص الطريه هعملها لكم فيديو تاني ان شاء الله، علشان تعرفوا دي فرق ايه مع التسويه ودي فرق ايه مع التسويه، ودي بتبقى طريه ليه ودي بتبقى ايه ناشفه ليه. تمام. ان شاء الله هعملها لكم فيديو تاني كده. هنقفل الفرن فين؟ على الصينيه بتاعتنا، وكل شويه نلف الصينيه نغير الصينيه علشان كلها تتحمر. طب بتقفلي الفرن ليه ازاي؟ علشان النار تلف في قلب الفرن كده الوش كله بتاع القرص بتاعتنا يتحمر. تمام. هنستنى بقى لما تتحمر وبعد كده اوريها لكم. ما تنسوش بقى لايك للفيديو يا حبايبي. شوفوا بقى حبايب قلبي صينيه القرص دي اول صينيه اهي، شايفين ابو محمد طلع يصلي العصر وانا اللي بصور لكم دي لوحدي. شوفوا شكل القرص عامله ازاي، والله العظيم والله ريحتها في منتهى الروعه وفي منتهى الجمال. وشايفين القرص عامله ازاي من تحت؟ شايفين عامله ازاي؟ طبعا انا هشتغل بقى احطها في جنب كده. فين احطها؟ فوق الفرن. استنوا يا ولاد ربنا يكفيكم شر النار يا رب وعذاب النار اللهم امين. شايفين شكلها عامل ازاي؟ طبعا بس الاضاءه ظلماها والله. شايفين اذان العصر بيدنا اهو. شايفين؟ اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. هنحط بقى ايه الصينيه الثانيه. انا باخد بالترتيب اللي هي ايه بقى، الصينيه اللي اتخبزت الاول هحطها الاول وبعد كده بالترتيب هحطها كمان اهي في الفرن. شايفين النار مش عاليه خالص اهي. يعني هدي كمان النار لسه عليها كمان اهي. هدي كمان هنا شويه كمان
وكمان النار تحت يا دوبك الفرن حمى، مش عارفه هتشوفوا شايفين النار عامله ازاي من تحت. يا دوبك انا سخنت الفرن في الاول، وبعد كده حبايب قلبي زي ما انتم شايفين اهو. هنقفل برضو الباب بتاع الفرن ونكمل السوا بتاعها. بقى يا حبايب قلبي همسك بقى القرص بتاعتي ديت بقى ايه معايا هنا ايه الطشطيه ديت او الحله السيليستين دي فيها قش. هتقولي لي هتحطي فيها قش ليه ازاي يا جماعه الخير؟ القش شوفوا بيبقى ايه معرش ازاي على الارضيه، فبنحط القرص كده اهو تطلع تهوي لنا القرص من تحت، وكمان ما تبقاش تعجن كده وتعرق تقوم بايظه مننا اهو. معلش زي ما قلت لكم انا اللي بصور لوحدي، ابو محمد خلع مني وراح يصلي العصر اهو. القش بقى شوفوا ما بخليش القرص بتاعتك ايه تيجي على الارضيه بتاعت الحله او الصينيه فتعرق فاللي تحت يعجن، لا انا عايزاها تهوي كده تبقى مهويه. حبايب قلبي القرص بتاعتنا زي ما انتم شايفين حلاوه 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 وبقلاوه، بسم الله ما شاء الله. شايفين عسل 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 اهي. اكسر لكم بقى واحده كده وتشوفوها زي الفل. جربوها يا جماعه حلوه قوي وجميله، واشوفكم بقى على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم.